مساء الخير والحب والسعادة. طالعه لكم من غير ميك اب علشان انا عايزة دايما ابقى معاكم في كل حالاتي ونبقى مع بعض عايشين مراحلنا سوا. الناس بيقولوا لي ساعات الواحد بيزعل قوي وقلبه بيوجعه قوي من ناس بيحبهم جدا جدا وبيعتبرهم كل حاجة في حياته، وساعات بيبقى الواحد متسامح قوي 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 لأقصى درجة. ما بيبقاش الشخص الزعلان مش عايز يسامح او قلبه اسود او سود، لان عمر ابدا القلب الابيض ما بيسود، ما ينفعش يسود. لكن ساعات لما الواحد بيحب قوي قوي وبيبقى صادق قوي قوي ومعطاء قوي قوي قوي، لما بيجي يزعل بياخد على خاطره قوي، لانه بيلاقي ان هو يعني ما كانش ينفع او ما يستاهلش او ما يستحقش الحاجة البايخة اللي بتحصل له، او ما يستاهلش المعاملة السيئة اللي بتحصل له. عنوان البث بتاعي الزعل على قد المعزة وعلى قد الغلا. لما يبقى في حياتكم ناس طيبة بتحبكم لوجه الله، مش عايزين منكم اي حاجة، ما بيطلبوش منكم اي حاجة غير الود، غير بيحبوكوا علشان الحب، بيحبوكوا بجد علشان مش عايزين حاجة منكوا غير صدق المشاعر، غير الحب. صداقة عشان الصداقة، مش عشان حاجة تانية. مع ان لو انت محتاج حاجة مني وانت صاحبي او انتي صاحبتي، اعملها بمنتهى الرضا، او انت قريبي او اختي او اخويا. لازم يبقى اساس العلاقة الاول عشانك انت، او عشاني انا، او عشان الصداقة، او عشان العلاقات الطيبة، ما يبقاش عشان المصلحة. بيسألوني ساعات في حد بيبقى ما كانش كده، قلب ابيض، اول ما حد بيطبطب عليه بيصفى. ما هو كل انسان طاقة، والطاقة دي ساعات قوة احتمالها ما بتبقاش قد البركان اللي بيكون حصل. مني التعب النفسي بيبقى شديد قوي. عشان كده الزعل على قد الغلا، على قد الغلاوة، على قد الحب. طيب أنا بعمل ده ليه؟ بقاء لله طبعا، ربنا يرحمها يا رب. كانت زميلة عزيزة الأستاذة مها أبو عوف، ست محترمة، هنقرا لها الفاتحة في آخر البث بتاعي ده. لما نبقى زعلانين قوي واخدين على خاطرنا قوي من حد مزعلنا قوي، اعرفوا ان انتوا حبيتوه قوي، ولازم ده يوصلوا او يوصلها، ولازم يبقوا عارفين انهم ما يصحش يزعلوا ناس مخلصة. وانا بعتبر الزعل كمان مش على قد الغلا، على قد الاخلاص. مش معنى كده بقول لكم ما تخلصوش لبعض، لا، حبوا بعض، اخلصوا لبعض، خليكم معطائين مع بعض. هفضل اقول لحد ما اموت، زي ما في ناس عندها متعة الاخذ، في ناس عندها متعة العطاء، ومتعة العطاء دي لا يضاهيها متعة. الدنيا ساقعة جدا، في ناس فعلا مش لاقية بطانية. لو حد عنده بطانية قديمة مقطوعة من الجنب فيها رقعة، بنستخدم حاجتنا عادي، نخيطها وهتاخد ثواب، وهتاخدي ثواب، ونزلها لحد، لو حد من القرايب، قرايب القرايب، حد بيشتغل معاك، بيشتغل مع اللي بيشتغلوا معاك، الجيران اللي بيشتغلوا معاك، طلعها بنية ان ربنا ينزل دفئه علينا يوم القيامة. ما نعرفش فوق الدنيا هتبقى درجة حرارتها ايه. ف
انا بقول الزعل على قد الغلا، ودخلت حاجة في النص محبة، والزعل على قد الإخلاص. وانا مش بقول ان احنا نفضل زعلانين من بعض، عشان المسامح كريم. وإذا جنحوا للسلم فاجنح لها، وإن جنحوا للسلم فاجنح لها. يعني أتمنى إن كلنا يبقى عندنا سلام داخلي، نبقى بنسامح بعض وبنحب بعض، وما تزعلوش من حد قافل زعلان حاسس بوجع، لأن أكيد الوجع ده هو عنده حق فيه. الزعل على قد إيه؟ كلكم تكتبولي الزعل على قد الغلا، على قد الغلاوة، على قد المحبة. وربنا يا رب يجعل كل قلوبكم مليانة حب وخير وسلام وفرح وأمان وسكينة ورضا، لأن الرضا ده شيء عظيم. ده موضوعي بكرة إن شاء الله. هطلع لكم برضو 5 دقايق 10 دقايق نتكلم مع بعض. اللي بيحبني هيعمل شير وهيجي يسمعني، ومنتظرة ان انتوا تبعتولي على الانبوكس اي سؤال يجي على بالكم هجاوب عليه. بعتبركم شكلي، بعتبر نفسي شكلكم، بعتبر نفسي قريبتكم وانتوا قرايبي. بحبكم في الله. كل سنة وانتوا طيبين اخواتنا المسيحيين، وان شاء الله بإذن الله ينعاد عليكم بكل خير وحب وسلام. شركاء الوطن، حبايب قلبي، انا ليا كتير قوي اصدقاء مسيحيين وفانزات مسيحيين. بحبكم. باي باي. الزعل على قد الغلا او الغلاوه.